دخلنا الصيف والجو حر نار، عايزين وصفات تكون خفيفة وما نقفش في المطبخ كتير في الحر ده. كمان داخلين على العيد والمصايف والرحلات، عايزة اقول لكم الفطاير الخطيرة الرهيبة دي اللي هتعمليها مش عايزة اقول لك في 10 دقايق حرفيا، بدون بقى عجن، بدون دقيق اصلا، بدون خبز، بدون اي حاجة. تعالوا نشوف عملنا اجمل فطاير بجد خطير. شجعيني بقى يا ست الكل باجمل لايك وشير للفيديو، كمان كومنت حلو من ايدك كده نصلي فيه على سيدنا النبي الحبيب، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجة عندي هنا كده ربع فرخة، يعني ربع نص صدر فرخة، تمام؟ هنقول ربع كيلو من البانيه او نص صدر فرخة. هجيبه واقطعه كده بالشكل ده بعد ما طبعا غسلناه كويس، قطعناه بشكل عشوائي جدا. هننزل بيها كده في الكبه بتاعتنا وهنبدا نفرم الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، هنديها فرم ناعم كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. زي ما قلت لك ما تنسيش يا قمر تصلي على سيدنا النبي الحبيب في الكومنتات. بصي بقى، هنبدا هنا عندي كده طاسه سخنه على النار، هنزل فيها بحوالي 3 معالق كده كبار من الزيت او بمعلقه كبيره من الزبده. هنزل فيها بالفراخ المفرومه بتاعتنا، اديها بس صدمه كده على النار، تمام؟ في الاول كده زي ما انت شايفه كده. مهم جدا على فكره الحركه دي، ان هي انت تنزلي بالفراخ الاول او باللحوم الاول، تديها صدمه عشان بتقفلي المسام بتاعها خلاص، ما تنزلش الميه بتاعتها، ولو فيها اي ريحه زفاره بتروح، تمام؟ طيب هنبدا هنا بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا زي ما انتم شايفين. من كل حاجه هنحط نص معلقه كده صغيره فلفل اسود، وهي ال7 بهارات المشكله، وهبدا احط كمان من المرقه الفوريه بتدي تيست حلو قوي مع الفراخ، وكمان هنزل بنص معلقه من الثوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، وهنزل كمان هنا بالملح، نظبط الملح ومش اكتر من كده. نبدا بقى هنا نديها تقليبه كويس قوي لحد لما لونها كده بقى ايه يغير معايا، وتبدا الفراخ تتعصج معايا بالشكل ده زي اللحمه المعصجه كده يا جماعه بالظبط. طيب بعد كده عندي هنا بقى في الكبه فرمه ايه، فرمه قرن فلفل احمر على قرن فلفل اخضر على قرن فلفل اصفر اللي هو الفلفل الالوان، تمام؟ معاه بصلايه كده متوسطه، ولا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، طبعا على قد كميه الفراخ اللي احنا عاملينها. تقدري هنا تضاعفي الكميه لو انت حابه. هبدا انزل بالخضار بقى في المرحله دي واديله تشويحه كده، وهبدا برضو ابهر شويه الخضار معايا بسنه كده بس من الفلفل الاسود، رشه بسيطه، وهبدا احط برضو لو حسيت ان هو محتاج ملح تاني هحط، مش محتاج ملح تاني خلاص. وعندي هنا بقى في الاخر كده بنزل بطماطمايه زي ما انت شايفه كده، هي طماطمايه واحده بس، تمام؟ بتخلي كده معانا بقى الخليط جوسي كده مع بعضيه كده وبيبقى جميل جدا. هنا خلاص خلصنا الخلطه بتاعتنا او الحشوه بتاعتنا بالشكل ده، هنركنها بقى على جنب تبرد. وتعالي يا ست الكل هاتي بقى كده لفه من الجلاش بالشكل ده، تمام؟ هنبدا كده نفردها بالشكل ده ونبدا ناخد منها ورقه ورقه. الاول هنجيب الصاج بتاعنا او الصينيه بتاعتنا اللي هنسوي فيها في الفرن. هنبدا بقى نعمل ايه؟ بصي بقى ركزي معايا. اول حاجه هنجيب كده بوله على قد حجم الفطيره اللي احنا عاوزينها، دي بوله كده صغيره متوسطه، طبق صغير يعني. هبدا ان انا اجيب ورقه جلاش وهتنيها على بعض 2، وهبدا احطها كده في البوله زي ما انتم شايفين، واحط الحشوه، وفيها كمان جبنه موتزاريلا او اي نوع ميكس جبن بقى انت حباه، او اي نوع حشوه في المرحله دي هتحطيه، تمام؟ اهو انا هنا بوريكم، وهوريكم بقى واحده تانية دلوقتي. بجيب كده الجلاشه ورقه واحده بس، بتنيها على 2 فبتبقى معايا ورقتين، تمام؟ وببدا احطها كده وابل كده الحروف بس كده بالماده الدهنيه، وهبدا زي ما انتم شايفين اقفلها كده بالشكل ده. طبعا الشكل شارح نفسه يا بنات، وبتبدا تطلع في ايدك بالشكل ده كده. عايزه اقول لك ما شاء الله القطعه حلوه وكبيره وما شاء الله تكفي. هنا بص انا بوريكم اهو، جبت جلاشه قسمتها على 2 او طبقتها على 2، وبدات احطها من النص كده في البوله عشان تكون سهله ليا في التشكيل. وشويه جبنه بقى موتزاريلا كده او اي ميكس جبن عندك، حابه بقى تحطي زيتون تحطي اي حاجه براحتك خالص، وهتقفليها كده بالشكل ده اهو، وفي الصينيه وهتحطيها. اسهل من كده يا بنات مفيش، هي بس الخلطه اللي اتعملت معانا، ولا فرد ولا دقيق ولا اي حاجه بقى ولا عجن ولا اي حاجه. هتبداي على الوش هنا تحطيها برده ماده دهنيه بالشكل ده، زبده او زيت او سمنه براحتك خالص. هناخدها بقى في الفرن على درجه حراره 180. اول ما تلاقيها بدات خلاص تاخد معانا اللون، خدت معانا لون من تحت وهتبدا بقى تحمر كده من فوق، انا حبيت هنا على الوش احط لها كده شويه برده جبنه موتزاريلا تديها منها لون حلو، وكمان مطه كده جميله. وعايزه اقول لك بجد يا بنات الفطاير دي الولاد اتجننوا عليها، خطيره بجد. وعلى فكره شكلها باين صغنون جدا في الكاميرا، ولكن ما شاء الله هي حجمها حلو، يعني 2 من دول ما شاء الله يلكموا، يعني عارفين جميله جدا بجد.
بصوا بجد خطيره، وقد ايه كانت طريه من جوه وهشه ومقرمشه من بره، وطعمها بجد روعه. انا هنا كان نفسي كده امسك لكم القطعه وامطها كده بالجبنه، بس بجد كانت سخنه مولعه. بس لما بدات تهدى شويه ما شاء الله بقت تمط معانا وزي الفل. بس الولاد كانوا مستعجلين بصراحه وخلصت الفيديو على طول. جربيها هتعتمديها ان شاء الله في الصيف واكلات السريعه بتاعه الصيف. اتمنى يا قمر بالله عليكي ما تنسينيش تعملي لايك وشير للفيديو لان الصفحه بتنهار مني، وما تنسيش كمان نصلي على النبي. بحبك في الله.